احنا دلوقتي الحمد لله وصلنا، عرفنا تقريبا، المفروض عدينا المرحله بتاعت ازاي هنعرف الشغل بتاعنا او ازاي هنعرف الشغل المناسب لينا. تمام. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا ساعات كتير بنبقى عارفين الشغل المناسب لينا بس مش قادرين نبدا. زي ما كان حسن بيقول كده واحمد، ان انا عارف ان انا مش في المكان الصح بس مش قادر ابدا، مش عارف ابدا. تمام. قال لك هي المشكله بتبقى في مرضين بيكونوا موجودين عندنا، حاجه اسمها perfectionism وحاجه اسمها analysis paralysis، هما مرتبطين ببعض. ان انا عايز ان انا اول ما ادخل في الكارير اللي انا عايز ادخل فيه ده اجيب جون. تمام. انا عايز اظبط المشروع اللي انا عايز اعمله بنسبه 100%. فهو بيقول لك بقى ان انت لما تعرف الكارير اللي انت عايز تخش فيه، انت لازم تستخدم حاجه اسمها نظريه الجولف. ايه نظريه الجولف دي؟ لو تتفرج على لعيبه الجولف هتلاقي ان هو اول خبطه دايما للكوره هو ما بيفكرش ابدا هو عايز يوقع بالضربه دي الكوره في الحفره. هو بيفكر ان هو محتاج ان هو يقرب بقدر الامكان من الحفره. تمام. انا والله بشوف والله هو الحفره يمين ولا شمال، على بعد قد ايه، فانا محتاج اضرب الكوره يمين بقوه تقريبا عشان تقربها من الحفره، ما بفكرش خالص ان اوقعها في الحفره دلوقتي. تيجي بعد كده بقى الضربات اللي بعد كده هبتدي ان انا ادقق في قوه الضربه واتجاه الرياح ومش عارف ايه، بحيث ان انا اوقع الحفره، اوقع الكره في الحفره. هو ده البرفكشنزم، ان حضرتك بتبقى عايز تبدا من اول يوم تعمل كل حاجه 100%. طب انا عايز اضرب الكره اول مره وتقع في الحفره، فهقعد ادرس كتير، ده انا هدرس فيزياء وهدرس سرعه الريح وهدرس مش عارف ايه واشوف المضرب ده والكوره وانسون. وبعد ما حضرتك تدرس 5 سنين وتضرب الكوره مش هتقع في الحفره برضه. ما منطقي. تمام. فهو الصح ان انت تعمل زي لعيبه الجولف كده، هو اول ضربه ان انت بتقرب من الهدف، اول ضربه ان انت تشتغل فريلانسنج، انت بتقرب. تمام. طيب هو الاناليسيس باراليسيس احنا قرينا عليها بسرعه كده، هي تكمله البرفكشنزم، ان انا عايز اعمل حاجه بس مظبوطه 100%. فعشان اعملها مظبوطه 100% لازم اقعد ادرس كتير واحلل، زي ما حسن ما بيقول كده دراسه الجدوى. اقعد بقى اعمل دراسه جدوى واشوف ايه المعطيات اللي عندي والسوق محتاج ايه هو مش غلط بس ما تتحشرش في الحته دي. هو يقصد اناليسيس باراليسيس يعني بالعربي كده ان الشلل التحليل، ان انت خلاص التحليل عمل لك شلل، انت قاعد مش قادر تتحرك من حته التحليل، انا قاعد بحلل. يكون في وقت انت حاطط لنفسك تايم، امتى هبدا المشروع، امتى هبطل دراسه وابدا. لو حضرتك ما حطيتش تايم وسبتها ان انا لما اكون جاهز هبدا، مش هتبدا. ابدا بالمتاح دلوقتي. طول ما انت بتفكر بالطريقه دي، طب اكمل حاجات عشان ابدا احسن، مش هتبدا صدقني. ابدا من دلوقتي، شوف امكانياتك ايه وابدا.